السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بنقول إن الكمبيوتر بيتعلم، هل ده معناه إنه بيفكر زينا ولا حد بيكتب له كل حاجة؟ الحقيقة بداية الماشين ليرنينج كانت بسبب سؤال بسيط جدا. في سنة 1959 كان في عالم كمبيوتر اسمه آرثر سامويل، وطرح سؤال غريب بالنسبة لوقتها: هل لازم أكتب للكمبيوتر كل القواعد ولا ممكن أخليه يتعلم بنفسه؟ والراجل عشان يختبر فكرته عمل برنامج بيلعب لعبة اسمها الضامة. في البداية البرنامج كان ضعيف جدا كمان، لكن بدل ما يضيف قواعد جديدة كل شوية خلاه يلعب آلاف المرات مع نفسه، ومع كل مباراة البرنامج بدأ يتحسن. وده كان الفرق الكبير، بدل ما المبرمج يضيف قواعد كل مرة البرنامج بدأ يتعلم من الخبرة. ومن هنا ظهر مصطلح الماشين ليرنينج، يعني إننا نخلي الكمبيوتر يحسن أداؤه اعتمادا على البيانات أو الخبرة، بدل ما نبرمج كل خطوة بنفسنا. كل تجربة جديدة بتضيف معلومة جديدة، كل معلومة تخلي القرار اللي بعده أحسن. والفكرة دي بنشوفها النهاردة في الصناعة. مثلا نظام يراقب بيانات تشغيل معدة يوم بيوم، فيستخدم الخبرة المتراكمة دي لتحسين قراراته. وفي السلسلة دي إن شاء الله هنفهم خطوة بخطوة إزاي ده بيحصل.